خليك قاعد في مكانك واربط حزام ودنك علشان هنسافر سوا من غير فيزا ولا تذاكر. هناخدك في جولة صوتية حوالين العالم. هنمشي في شوارع غريبة، نسمع لغات مختلفة، ونشوف الدنيا من منظور الشعوب. كل ده وأكتر في رحلة إلى رؤية وإخراج محمد تاج. أهلا بيكم في فيينا، عاصمة النمسا، وواحدة من أكتر المدن اللي بتخطف القلب في أوروبا. فيينا مش بس مدينة، دي حكاية كاملة من الفن، الموسيقى، التاريخ والرقي. مدينة هادية وأنيقة، وكل شارع فيها بيحكي لك قصة. تعالوا نعرف شوية عنها. فيينا موجودة على نهر الدانوب، وكانت زمان عاصمة للإمبراطورية النمساوية المجرية، وعشان كده هتلاقوا فيها مباني فخمة وقصور وساحات مليانة فن وتاريخ. واللي بيميز فيينا كمان إنها كانت بيت للعباقرة زي موزارت، بيتهوفن وشتراوس. أماكن لازم تزورها: قصر شومبرون. يعتبر قصر شومبرون تحفة معمارية. القصر ده كان استراحة الملوك، وجواه جنينة كبيرة جدا وحديقة حيوانات قديمة جدا من أقدم الحدائق في العالم. قصر هوفبورغ ده كان مقر الإمبراطور، ودلوقتي بقى متحف ومكان بيجمع تاريخ النمسا كله. كاتدرائية سانت ستيفان، مبنى ضخم بتصميم فني ملوش حل، وتقدر تطلع فوق البرج وتشوف فيينا من فوق. دار الأوبرا، لو بتحب الموسيقى الكلاسيك لازم تدخل دار الأوبرا في فيينا، هتعيش أجواء تانية خالص. المزيكا في كل حتة. فيينا معروفة إنها عاصمة الموسيقى الكلاسيكية، يعني وانت ماشي في الشارع ممكن تسمع عازف على الكمان أو بيانو بيقدم مزيكا من قلب الزمن الجميل. ما أقولكش بقى على القهوة والحلويات. اوعى تفوت فرصة تجربة القهوة في فيينا. جرب كده زي كافيه زاخر واطلب منهم يجهزولك كيكة زاخر، تورتة المشهورة بتاعتهم. ما أقولكش بقى كيكة ايه وشوكولاتة تقيلة كده وطعمها فخم قوي. الهدوء والطبيعة. لو عايز تهرب من الزحمة روح حديقة براتر واركب العجلة الكبيرة هناك، هتشوف منظر بانورامي للمدينة كلها. وكمان عندك نهر الدانوب، تقدر تمشي جنبه أو تركب مركب وتلف في النهر. شوبينج أكيد. لو بتحب التسوق، شارع ماريا هيلفر هو
هو المكان المثالي في كل الماركات. وكمان ما تنساش تعدي على سوق ناش ماركت، هتلاقي أكل من كل أنحاء العالم هناك. الخلاصة: فيينا مدينة متكاملة فيها فن، موسيقى، طبيعة، وأكل حلو. مدينة هادية ونظيفة وآمنة ومناسبة لكل الأعمار. يعني لو بتفكر في سفرية هادية ومليانة ذوق وراحة نفسية، فيينا لازم تبقى في قائمة اختياراتك.